إربد يلي هو اعترفوا ب 10,000 قتيل حتى الآن على يد الجيش العربي السوري. أنا يعني أشاطركم بعض الأشياء لكي تتأكدوا بأننا في موضوع مكافحة الإرهاب لسنا في حالة دفاعية على الإطلاق. نحن بحالة هجومية. نحن بحالة هجومية. أنا باسم حكومتي قدمت حتى الآن على مدى 2.5 سنين حوالي 500 رسالة رسمية إلى الأمين العام ومجلس الأمن. الرقم قد يكون يعني قد يخطر بذهن أحدكم إنه هذا جهد يعني عادي كل سفير بيعمله. لا. السفير النشط في الأمم المتحدة اللي بيمضي 5 سنوات وبيمشي إذا كان نشط بيبعث 5 رسائل خلال خدمته كلها. نحن بعتنا 500. أنا رح أذكركم ببعض المحطات. أنا رح أذكركم ببعض المحطات. 21 تشرين الثاني 2012 بعتنا أسماء 143 إرهابي عربي قتلوا في سوريا. عندما أقول أرسلنا يعني جوا، أنا لن أضيع وقتكم في جداول بالأسماء وتاريخ الميلاد والجنسية وين انقتل وشو كان عم يعمل. ب 19 تشرين الأول 2012 أسماء 108 إرهابيين عرب وغير عرب، نفس القصة. يعني إحنا ما عم نخبي شيء، إحنا عم نعطيهم أسماء، عم نقول لهم فلان اسمه كذا، اسم أمه، اسم أبوه، جنسيته، منين إجا وإلى آخره. بتاريخ 12 أيار 2012 أسماء 28 صحفي دخلوا الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة. طبعا البعض منهم قتل، وبعدين حكومته باست الإيدين والرجلين لحتى أخذت الجثمان. بتاريخ 12 تشرين الثاني 2011 أسماء إرهابيين يهربون السلاح على الحدود اللبنانية والتركية. أسماء الإرهابيين اللي عم يهربوا سلاح عبر الحدود اللبنانية معنا وعبر الحدود التركية، وأنواع شحنات الأسلحة التي صدرت. ب 17 أيار 2012 ما يسمى بسفينة لطف الله 2 يلي بعثوها المخابرات التركية والقطرية من ليبيا، واللي كما تعرفون تم توقيفها في مرافق لبنان. هي واحد يعني هي انكشفت وانكمشت، لكن مثال على ما يحاك ضدنا. القصة مع صفي حكي، القصة إثباتات ورسائل ثابتة. ب 17 أيار 2012 باخرة حربية مجهولة الهوية أخرى غير لطف الله دخلت إلى لبنان ومعها سلاح، حامل سلاح، وتم مصادرتها. أيضا رسالة أخرى. 12 تشرين الثاني 2011 عمليات ضبط تهريب السلاح على الحدود اللبنانية. 30 صفحة الرسالة. 24 كانون الأول 2013 أسماء 72 إرهابي سعودي من شيوخ الفتاوى التكفيرية يلي عم يدعوا للذبح في سوريا على أسس طائفية أسماء ما يسمى بشيوخ الفتنة. 172 إرهابي، هدول ما لهم شيوخ. هلا بنقول ليش ما لهم شيوخ بعد شوي. أيار 2012 أسماء 10 إرهابيين عرب قتلوا في سوريا. أيار 2012 أسماء 4 صحفيين تركيين وفرنسي وبريطاني دخلوا إلى سوريا بطرق غير مشروعة. أيار 2012 أسماء 26 معتقل عربي. 2011 أسماء إرهابيين يهربون السلاح من لبنان. 6 كانون الأول 2013 أسماء الإرهابيين اليمنيين الذين دخلوا من تركيا. دفعة واحدة 500 إرهابي يمني من القاعدة تم إدخاله من تركيا، دفعة واحدة بالاسم، اسم أمه وأبوه وشوي تاني من لهم كم أخ وكم أخت عنده.
9 كانون الأول 2013 178 إرهابي سعودي قتلوا. أسماء. أنا عرضت عليكم هالنماذج من أصل 500 رسالة. أنا عرضت عليكم نماذج من أصل 500 رسالة لحتى تعرفوا أنه مثل ما يقولوا المصريين ما لنا نايمين على ودننا. كل شيء يا أخوان موثق موجود مودع لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واللجان الفرعية لمكافحة الإرهاب. هلا بكم شو هي اللجان الفرعية لمكافحة الإرهاب. وفي رسائل رسمية أيضا نحتفظ فيها بحقنا كحكومة سورية بالتعويض، بإلزام الدول بدفع التعويض عما جنته أيدي الإرهابيين في بلادنا بحق البشر والحجر. طيب هلا نحن حكينا عن لساتنا عم نحكي عن شو أفرزت الأوضاع في سوريا. أفرزت شيء هام أيضا ألا وهو تفاهة الجامعة العربية كمؤسسة. هذه الجامعة التي أريد لها أن تكون عربية أضحت مفرقة خليجية. هن نفس الشيء ما حكينا في تحالف. هذه الجامعة أمينها العام قبل فترة قال إنه سياسة أردوغان تجاه مصر غير عقلانية. أمينها العام قال بأنه سياسة أردوغان تجاه مصر غير عقلانية، لكنه قليل الحياء والخجل يأتي إلى الأمم